ثوار 25 يناير كانوا رجال بكل المقاييس اطاحوا بالرئيس المخلوع حسني مبارك ضد نظام فاسد. مش مخلوع، اعتذر عن مخلوع، ما بحبش. ايا كان الرأي، لا ايا كان هو الرأي تنحى ولم يخلع. هو ايا كان الاختلاف. لا مش ايا كان، هناك فرق. انا بتكلم ما عنديش في برنامجي حد يقول مخلوع، هو تنحى ورئيس اسبق. الأربعاء الأسود ده يوم 25 مايو سنة 2005. الصحفيين مسمينه بالاسم ده لأنهم كانوا معتصمين قدام النقابة اعتراضا على تعديل المادة 76 من الدستور. كان من ضمن الصحفيين المعتصمين دول الصحفية نوال علي رحمة الله عليها. قوات الشرطة فضت الاعتصام وتحرشت بنوال وقطعت هدومها بالكامل. طبعا الواقعة دي قلبت الدنيا وأدانها كل الصحفيين والإعلاميين إلا الصحفي أحمد موسى اللي كان عضو في نقابة الصحفيين في الوقت ده. موسى مش بس ما أدانش الواقعة، لا ده كمان نشر خبر كبير في جريدة الأهرام بيتهم فيه نوال علي إن هي اللي قطعت هدومها علشان تتهم اعضاء الحزب الوطني. بعد الخبر اللي احمد موسى نشره ده، نقابه الصحفيين عملت جمعيه عموميه طارئه لسحب الثقه منه لانهم شافوا انه عار على مهنه الصحافه. الواقعه دي دليل صغير من ضمن حاجات كتير على ان احمد موسى هو رجل النظام في الوسط الاعلامي. اقول لكم على سر، زملائه في جريده الاهرام مطلعين عليه لقب حلو جدا، بق امن الدوله. بق امن الدوله اشتغل في الثلاث جرايد الحكوميه، اشتغل شهر في جريده الجمهوريه وشهر في جريده الاخبار لحد ما اتعين في جريده الاهرام بعد ما خلص جيشه سنه 87. احمد موسى كان مشهور في جريده الاهرام بعلاقته القويه بجهاز امن الدوله، خصوصا انه كان مندوب الجريده في وزاره الداخليه. ده كان سبب رئيسي ان يطلع عليه اللقب اللي لسه قايله لكم من شويه بتاع بق امن الدوله. تصدر وجوه نظام مبارك للإعلام الحالي. أنا ما بحبش أذكر أسماء. نعم. أنا مش عارف ليه جه على بالي دلوقتي اسم أحمد موسى مثلا. نعم. المعروف بصلاته الوثيقة بأمن الدولة أيام مبارك. واللي اكد اكتر ان احمد موسى من رجاله النظام هو انه في وقت قصير جدا بقى رئيس قسم الحوادث، وفي وقت اقصر بقى نائب رئيس جريده الاهرام، رغم ان كان في صحفيين كتير اكفأ منه بمراحل يستاهلوا المنصب ده، لكن محدش قدر يتكلم وقتها، خصوصا ان القرار كان طالع من رئيس التحرير شخصيا الاستاذ ابراهيم نافع. المشكله بقى ان احمد موسى بيفتخر بتاريخه وانجازاته الصحفيه، رغم ان تاريخه مليان مصايب واخطاء تقعد اي صحفي في البيت. انا فخور لما تقول عليا ان انا بتاع الداخليه وبتاع الامن وبتاع المخابرات وبتاع، انا كل دول، انا بتاع البلد. يعني مثلا يوم 16 فبراير سنة 2008 أحمد موسى نشر خبر كبير في جريدة الأهرام بمنشط ضخم عنوانه تفاصيل العثور على السفينة بدر واحد، وذكر في الخبر ده تفاصيل ووقائع ما حصلتش أساسا، زي مثلا إن جهاز الشرطة ضحى برجالته علشان ينقذ السفينة وطاقمها، وعلشان يأكد كلامه نسبوا المصادر أمنية. الغريب إن جورنال المصري اليوم نشر يومها في صفحته الأولى خبر عن عدم العثور على السفينة، والمصري اليوم كان واخد تصريحاته من وزارة الخارجية نفسها، واللي كشف كذب أحمد موسى هي إن وزارة الخارجية بعدها بيوم طلعت بيان وقالت فيه انها ولا لقت السفينه ولا الطاقم بتاعها ولا رجاله الشرطه ضحت بنفسها ولا اي حاجه من اللي احمد موسى قالها حصلت اساسا. طبعا اي صحفي محترم لما يعمل خطا مهني زي ده لازم يطلع يعتذر بعدها علشان يحافظ على مصداقيه جريدته، ولان احمد موسى مثال للاحترام فهو ما عملش كده، وده اللي خلى المصري اليوم تنزل خبر بعدها ان سمعه الاهرام ما تهمش احمد موسى طالما الاجهزه الامنيه راضيه عنه. خد عندك سقطه تانية في تاريخ احمد موسى، ايمن نور لما كان مسجون قدم طلب للمحكمه بالافراج الصحي عنه. في نفس يوم تقديم الطلب ده احمد موسى نشر في جريده الاهرام خبر كاذب بيقول فيه ان المحكمه خلاص هتفرج عن نور صحيا. الغريب ان المحكمه رفضت طلب ايمن نور بسبب الناس استشعرت الحرج، واتقال وقتها ان احمد موسى ضغط على المحكمه بالخبر ده بامر مباشر من جهاز امن الدوله. بدايه ظهوره في التلفزيون كانت سنه 2003 مع الاعلامي عمرو اديب، ولمده 10 سنين واجه خلالها نقد شديد جدا من المشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا عليه، لدرجه انهم عملوا صفحه على الفيسبوك اسمها ارحمونا من احمد موسى، لكن هو فضل مكمل لحد ما راح قناه التحرير ومن بعدها راح قناه صدى البلد. انا اسف طبعا صوتي برد شويه، لكن خدت كميه ادويه عشان اقدر اجي الحلقه. طبعا ما كانش ينفع نعتذر عن هذه الحلقه. دكتور توفيق عكاشه الاعلامي المحترم يحل ضيفا عليا النهارده للمره الاولى. تخيل بقى ان احمد موسى ده كان من اشد مؤيدين ثوره 25 يناير، مش بس كده، ده كمان كان بيوصفها بانها اعظم ثوره بشريه في التاريخ، وكان بيطالب ان ميدان التحرير يبقى رمز الحريه في العالم كله. الكلام ده كان مكتوب بايده في مجموعه مقالات اتنشرت يوم 16 فبراير سنه 2011. اللي يشوف كتاباته في المقالات دي ما يشوفوش هو بيكلم المخلوع مبارك يوم براءته. اهلا يا احمد. اولا تحياتي ونقول مبروك لحضرتك. الله يخليك، كم شكر يا احمد. ازاي حضرتك الاول؟ لا كويس الحمد لله، الحمد لله، الف شكر. حضرتك كنت متفائل بالبراءة؟ هي دي نوعية الإعلام اللي انتوا عايزينها؟ إعلام بينافق ويطبل على دم الشهداء، إعلام بيمشي على كل لون وبيرقص لكل نظام، إعلام ما بيعبرش غير عن السلطة، بيدين الضحية وبيسقف للجاني. إحنا نطلع لكم الإعلام اللي تخافوا منه، إعلام الثورة اللي بجد، إعلام ولا بينافق ولا بيطبل. أشوفكم على خير. شوف الحلقة اللي فاتت من هنا، اعمل شير ولايك وخش على صفحتنا قول لنا عايز الحلقة الجاية عن مين، وأهم حاجة دوس هنا.